السلام عليكم. بغيت ان شاء الله بغيت نشير واحد الموضوع. لا شك انكم تابعتوا الاحداث من البدايه. لا شك انكم تابعتوا الاحداث ديال هاد المنظمه الجديده المسمى MFC من البدايه. ولا شك انكم تبعتوا التحركات ديال مهدي بناني في هاد المنظمه هذه. فمن البدايه دفعنا لهم الطلب، ومن البدايه وقع اتصال، ثم بقات الامور هي هذيك. الان وصلنا الى اخر مرحله، الا وهي اول حاجه كنشكر واحد الصديق بعدا قبل كل شيء. كنشكر واحد الصديق اللي بذل المجهود ديالو كبير معايا، واللي راه حافظه في قلبي وفي عقلي، اللي هو زكريا طلحه. تنشكره شكر جزيل وليه مني خالص التقدير، لانه تعامل معايا واحد المعامله اتبقى دائما في عينيا، ما عمرها ما تحيد لي من عيني. ولكن كنت مدرك تماما هاد الامور دابا اللي تطرح حاليا، الا وهي ان الدوسي ديالي توقف بمؤامره بلا شك، بمؤامره. قلت هاد الامر كنت كنعرفهم شحال هادي، ان هاد الناس هادو ظالمين. علاش لغيتو الدوسي ديال مهدي بناني؟ علاش؟ بحكم انه في نهايه المطاف صوت عليه الجميع، صوت عليه كل صغير وكبير، درتو التصويت وصوت عليه كل صغير وكبير. فكان اذا كان البروفيل ديالو وكان تحركاته في المجال الرياضي واقدم. تحاربت من زمان في هذا المجال الرياضي، انا اقدم واحد، اقدم هذوك كاملين اللي كاين في المغرب، كاملين كلهم انا اقدم منهم كاملين. كاع هادو اللي كيمارسوا الام وكاع اللي كيدعيوا ابطال، واي واحد منهم انا اقدم منهم كاملين، وكنت انا اقدم منهم في هذا المجال وحاربونا. شنو السبب اللي تيخلي هذه الحرب كتجه ضدي؟ شنو السبب؟ لانني ما كنتبنطق حتى شي واحد، لانني ما كنخدم المصالح ديال شي واحد، لانني عندي كاريزما حر 100%. الان تيوصلني الخبر بان الدوسي ديالي كلكم شفتوا وكلكم طالبوا وناديو هاد المنظمه. علاش مهدي بناني تلغى من هاد المنظمه، من هاد الكومبا دي؟ علاش؟ واش ما غاديش نهضر على راسي؟ هاد المنظمه هادي خصها تتحمل المسؤوليه، او هاد الناس اللي كيحركوها خصهم يتحملوا المسؤوليه. علاش مهدي بناني لغيتو من الكومبات؟ السلام عليكم.